السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم وصفة تاع طاجين الزيتون. هذا الوصفة تاع ناس الغرب، يعني يجي ما شاء الله. وانا نروح الوصفة تاعنا. هنا الوصفة تاعنا ما فيهاش مقادير بزاف. هنا في كيكوطة نديرو الدجاج اللي كتبه ربي، وهنا نديرو مغرف تاع دهان. عندي حبة بصل اللي كنت رابيتها وقلحت لها هذاك المتاحة. هنا عندي فلفل، سكنجبير، كركم وزعفران والعود تاع القرفة. عندي هنايا الكمية تاع الزيتون اللي باين نديرها. انا كنت غليته من قبل وما ضفت لهش اي مكون واحد اخر، يعني غليته نورمال في الماء. هنايا عندي 3 حبات تاع زرودية وحبة تاع طوماطيش. وهنا لازم نقلي الدجاج مليح مع هذاك الدهان حتى لي يتبدل اللون تاع الدجاج تاعنا، حتى نحسوا الدجاج نقلى مليح. وهنا نضيفوا الحبة تاع البصل اللي كنا صفيناها من الماء ونقلوها مع الدجاج. وهنا نعطيكم سر تاع الطياب، اي حاجه تبغي تطيبيها لازم تقليها مليح باه يجيك القود تاعها شباب. لازم نقلوا المكونات مليح كاع اللي عندنا نقلوهم مليح، ومن بعد عاد نسقوا بالماء. هنا بعد ما قليت البصل والدجاج شوفوا كي تكرمل، هنا نروح ندير زروديه او الحبه تاع الطوماطيش وندير لي زيبيس. ندير هذو لي زيبيس تاعي اللي كنت درتهم. هنايا الملح انا ما درتش الملح حتى اللي طيب لي المرقه تاعي ونذوقها، باسكو هنايا الزيتون يشد هذيك شويه تاع الملوحيه تاعه. هنا لو كانت ديري الملح والزيتون شويه يقعد لك مالح يخسر لك المرقه وتجيك المرقه مالحه بزاف. ونروح نقلو المكونات اللي زدناهم. وهنا بعد ما قليناهم نضيفوا ربع مغرف تاع طوماطيش تاع القوطي ونسقوه بالماء، لازم له يكون حامي. هنايا انا سقيت بالكيكوطه تاعي ونخليها تطيب ومن بعد نرجع معكم. هنا بعد ما طاب لي الزيتون تاعي، هنايا كنت قليت البطاطا، قليت هذاك الدجاج، ستفت البطاطا كيما راني مولفه نشاركها معاكم. هنا راني بديت نحط في الزيتون تاعي. شوفوا جا ما شاء الله، جات المرقه تاعه عاقده وثقيله. شوفوا راهي شهي. وهنا ما بقى لي نقولكم تبقاو على خير ونتهلاو في رواحكم، واي استفسار خلوا لي كومنتير. باي باي.